السلام عليكم. تعالوا كده نشوف أول تعليق من أبو تريكة بعد فوز تشيلسي على ليفربول 3-1 في الدوري. علق محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي على أداء الفريقين، مشيدا بأداء تشيلسي الجماعي ومؤكدا على أهمية الدعم الذي تلقاه اللاعبون من زملائهم في الملعب، وأشار إلى أن بلمر الذي سجل هدفين في المباراة استفاد من هذا الدعم مما ساعده على العودة إلى مستواه بعد فترة من الغياب على التهديد. أبو تريكة في تعليقه بعد فوز تشيلسي على ليفربول 3-1 قال إن تشيلسي لعب مباراة رائعة جماعيا، وركز على دور اللاعبين الشباب خصوصا كول بولمر الذي أبدع وسجل أهداف مؤثرة، وأكد إن ليفربول عانى من غيابات مؤثرة وتراجع في المستوى الدفاعي، واعتبر النتيجة مستحقة لتشيلسي. قال أسطورة التحليل محمد أبو تريكة إن تشيلسي استحق الفوز بفضل الانسجام والجماعية، وأشاد بكول بولمر وأوضح إن ليفربول كان بعيدا عن مستواه. في تحليله للمباراة أشاد أبو تريكة بأن تشيلسي، مؤكدا أن الفريق قدم مباراة جماعية مميزة وخصوصا في الشوط الثاني حيث سيطر على مجريات اللعب، وأشار أن ليفربول عانى من غيابات مؤثرة مما أثر على توازنه الدفاعي والهجومي. بلمر كان نجم اللقاء. أشاد أبو تريكة بأداء كول بولمر، مؤكدا أن كان نجم اللقاء بلا منازع حيث سجل هدفين وصنع العديد من الفرص. وقال أبو تريكة ليفربول يحتاج إلى مراجعة. أكد أبو تريكة أن ليفربول بحاجة إلى مراجعة أدائه خاصة في ظل الغيابات والإصابات التي يعاني منها الفريق. النهاردة هنتكلم عن القمة اللي قلبت الدنيا، تشيلسي يسقط ليفربول 3-1. أول حاجة لازم نقولها، تشيلسي لعب واحدة من أفضل مبارياته في الموسم جماعية، انضباط، سرعة في التحويلات. بصراحة بوكيتينو طلع عبقري النهاردة. النجم الأول كول بولمر سجل هدفين وتحركاته كانت مزعجة جدا لدفاع ليفربول. بصراحة الولد ده جوهرجي. أبو تريكة قالها بصراحة، تشيلسي استحق الفوز بفضل لعبه الجماعي، ولأن ليفربول كان غايب تماما خصوصا دفاعيا. وأكثر جماعية عجبتني لما قال ليفربول محتاج يراجع نفسه لأن الفريق تايه في الملعب، ويورجن كلوب شكله حاسس إن الفريق بيودعه قبل ما يمشي. الروح كانت غايبة والضغط مش منظم خالص. وخلينا نكون واقعيين، ليفربول غايب عنه عناصر مهمة، بس برضو ما ينفعش ننهار كده. في النهاية تشيلسي بيبعت رسالة لسه مخلصناش ولسه في أمل. قولوا لي رأيكم في الماتش، وهل شايفين ليفربول لسه عنده فرصة في الدوري ولا خلاص؟ ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة ولو عجبكم التحليل، واشتركوا عشان نكمل مع بعض الحماس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.